دي صفقة العمر بجد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. هي فعلا صفقة العمر الحقيقة اللي بيعمله النادي الأهلي من ترتيبات للمرحلة اللي جاية تخلي جمهوره يطمن جدا جدا، سواء على مستوى البنى التحتية والاقتصادية الكبيرة أو على مستوى الفريق الكروي وتدعيمه بأفضل وأقوى العناصر للمرحلة اللي جاية، أو ما يتعلق حتى بدعم النشاط الرياضي. قبل ما يجي لكم على موضوع الكوره، صفقه المليارات في النادي الاهلي، استاد الاهلي الجديد. استاد الاهلي الجديد يا جماعه اللي ان شاء الله يوم الثلاث هيبقى فيه مؤتمر موسع لتدشين هذا المشروع الكبير والاعلان عن تفاصيله وعن الشركات المتعاقده والمرتبطه مع النادي وعلى التفاصيل الكامله للمشروع، وبدء العمل في اليوم التالي مباشرة. الناس كتيرة استنت كتير، وناس كتيرة قالوا لقد هرمنا من أجل الوصول إلى هذه النقطة. لكن خدوا بالكم حاجة، لما يبقى مشروع هيتكلف أكتر من 10 مليار جنيه، اعرفوا إن احنا قدام حاجة كبيرة جدا. لما يبقى مشروع هيحوي من عدد من المنشآت الرياضية والاقتصادية والاستثمارية بشكل ضخم جدا، يبقى احنا مش بصدد مشروع عادي. النقطة الثالثة والمهمة، امتى ده هيبدأ؟ إذا كان العمل هيبدأ على طول تاني يوم وكابتن الخطيب يضرب الضربة الأولى في بدء العمل في هذا المشروع الحلم الكبير، المرحلة الأولى للاستاد كملعب كورة وكمدرجات نصفية يبدأ ممكن ينتهي العمل فيه 2027، يعني 2.5 سنين كمان. المرحلة المكتملة علشان تستلم مدينة رياضية متكاملة 5.5 سنين، يعني بنتكلم على أواخر 2029 يحيينا ويحييكم ربنا. هي ديت الخطط الزمنية اللي معمولة. بقول لكم ليه بقول لكم هي صفقة؟ النادي الأهلي هيعمل ده كله من غير ما يدفع حاجة، لأن الناس قلبها اتخض لما اتقال 10 مليار جنيه، قال لك بس ده النادي هيفلس وهيدفع اللي وراه واللي قدامه. لكن يا جماعة ده نظام الBOT أو حق الانتفاع. النادي بيتعاقد مع شركات كبيرة، هي اللي بتنجز وهي اللي بتبني وهي اللي بتشيد وهي اللي بتعمل كل حاجة وهي اللي بتدير وهي اللي بتسترد فلوسها، ثم تقول ملكية المشروع بالكامل بعد سنوات للنادي الأهلي. جزء منها يقول بحسب التفاصيل اللي هتعلن، لكنه 15 سنة يقول جزئي، ثم 20 سنة أو 25 سنة الملكية الكاملة للنادي. وده الترتيب لمستقبل النادي والبناء للمستقبل، بحيث انه الاجيال اللي جايه ربنا يكرمها تلاقي الاهلي في افضل صوره، وتلاقي عندها قوه اقتصاديه تحافظ على استمرار وديمومه النادي الاهلي بطلا بقوه وبعافيه لسنوات طويله. ربنا يبارك في عمركم جميعا. ده فيما يخص هذا المشروع الكبير اللي النادي بصدد الاعلان عنه الثلاث ان شاء الله تعالى. مستر مارسيل كولر بكره يوصل من الاجازه اللي سافرها لسويسرا، يبدا يرجع يلاقي عنده 3 ملفات مهمين جدا عليه حسمهم. الملف الاول والمهم جدا ملف خاص باللعيبه الشباب في النادي مواليد 2003 و2004. انتوا عارفين انه اتحاد الكره لغى مسابقه الناشئين 2003 وخلى بدايه مسابقات الناشئين 2005، فبالتالي الفرصة الحقيقية ان هتشوف مين هيكمل معاك، مين هتصعده، مين هتعيره، مين هتستغنى عنه. كل ملف العناصر الشابة بالتقارير الكاملة عنها هتبقى قدام مستر مارسيل كولر. عندك ملف آخر أكثر أهمية وهو التدعيمات من الخارج، الصفقات اللي النادي بيبرمها لاستكمال قوة الفريق وتشبيبه دايما وتدعيمه. كل ما تم انجازه وتم التوصل اليه من اتفاقات لدعم بعض المراكز اللي الراجل محتاجها، هتتحط قدامه كل الترشيحات ويبدا يشوف رايه مع لجنه التخطيط ومع كابتن محمود الخطيب لانجاز الصفقات. لانه خدوا بالكم الدوريات خلصت في كل او معظم دول العالم، واحنا هنستنى كتير لكنه محدش هيستناك. الملف الثالث هيبقى خاص بالاصابات، لانه عايز تشوف مين هيرجع امتى علشان ترتب ورق المرحله اللي مضغوطه اللي جايه، بحيث انك انت مع الاستنفار العام وعوده بعثه المنتخب من غينيا بيساو تلعب يوم 10/6 في غينيا بيساو وترجع على طول صبيحه اليوم التالي، يبقى عندك الامر جاهز وعارف نفسك مع الدوليين اللي راجعين انت هتعمل ايه للمرحله الجايه. اول المباريات مباراه فاركو يوم 14 في الدوري، ما لم يستجد جديد من اداره المسابقات اذا كانت هتحط مباراه الالومنيوم في توقيت ولا هتاجلها لبعد كده. في الكاس
واحنا في موضوع الاهلي وموضوع الاجواء العامه، المنتخب الوطني ماشي في افضل حالاته، والمعسكر بعد انضمام محمد صلاح امبارح الكل متفائل والكل مستبشر خير ان شاء الله، ان العلاقات كويسه، النفوس بدات تبقى كويسه قوي مع بعض، بدا الكل يقدر انك انت عندك ارتباطات كبيره جايه ان شاء الله تعالى. نعدي ماتش بوركينا فاسو يوم الخميس باذن الله. خدوا بالكم بوركينا المنافس المباشر، فانت لما تكسبها هنا وتروح على الاقل تتعادل هناك تبقى عملت حاجه كويسه قوي في النتائج البينيه، لانه الوارد انه او الواضح انه بقيه الفرق قد يكون لمنتخب بوركينا فرص للفوز عليها ذهابا وايابا، كما هو الحال بالنسبه لمنتخب مصر. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بالمناسبه اتحسم واحد من المنافسين العالميين المحتملين للنادي الاهلي. انتوا عارفين الاهلي في الانتركونتيننتال هتتعمل قرعه، هو او العين الاماراتي بطل اسيا هيلاعب اوكلاند سيتي، واللي هيكسب منهم هيلاعب الاخر. يعني لو القرعه جابت لاوكلاند للنادي الاهلي للقاهره، الاهلي باذن الله لو تعدى اوكلاند هيلاعب العين. في مصر ولا في الامارات هتبقى حسب القرعه، وبعد كده يبقى العكس على طول. يعني يبقى بطل اسيا لو المره دي لعب بره ارضه، السنه الجايه بطل اسيا يلعب مع بطل افريقيا في ارضه، وهكذا تثبت بعد القرعه الاولى. الفائز منهم هيلاعب الفائز من بطل امريكا الجنوبيه مع باتشيكو المكسيكي. باتشيكو المكسيكي كمنافس عالمي محتمل للاهلي. امبارح هو اخر زي ما ريال مدريد حسم بطوله اوروبا، باتشوكا المكسيكي حسم فوزه ببطولة الكونكاكاف أو أمريكا الشمالية، فاز على كوزموس الأمريكي 3-0 وتأهل لكأس العالم للأندية 2025 في أمريكا أيضا، اللي هيكون فيها الأهلي إن شاء الله ضمن 4 مقاعد لأفريقيا، بالإضافة إلى وصوله لبطولة الانتركونتيننتال. وهينتظر بقى باتشوكا هينتظر بطل أمريكا. كده يا باشا صفقة المليارات. ايه يا عم ابراهيم يا منسي؟ انت يعني انت المفروض راجل اهلاوي وشغال في قناة الاهلي وراجل مننا وعلينا يعني. فانت ايه بقى ليه طالع كده الطلعة بتاعتك دي وصفقة مليارات ومش عارف وتجديد عقد قفشة؟ وحد قالك ان قفشة خلاص ماشي يعني خلاص، ولا في نية ان هو يمشي؟ عشان خبر تجديد عقده اللي لسه الاهلي اساسا ما اعلنش على اي حاجة في الموضوع ده اصلا، وانت تطلع تقول كده وتتكلم وتهبط على الناس وتهري وخلاص. هو اي هري يا جدعان؟ احنا جايين في اي هري؟ اي هري في الموسم يلا بينا اخبط الزق. بص الموضوع بيمشي ازاي؟ اخبط كلمتين جنب كلمتين، ولع على اليوتيوب نار، لم فلوس، الدنيا جميله، انت كده حلو، انت كده جميل، انت كده مخلص، وفي الاخر اقسم بالله كله بيطلع وانطه. ما هو ده اللي مجنني انا يا جدعان. الاخبار المشكله بقى ان واحد زي حالاتي كده يعمل فيديوهات صغيره وبتاع بينزل يعلق على الكلام اللي انتوا بتقولوه، بصدق والله بصدق، بمشي وراكم. بن شرقي خلاص جاي الاهلي، خلاص يبقى يا باشا بن شرقي في الاهلي اصلا، بايت من امبارح في الاهلي، ويطلع في الاخر بن شرقي مش جاي مصر اصلا. يا جدعان اهدوا، صلوا على النبي كده واستهدوا بالله.